مساء الفل. انا ايه اللي بيحصل في الساحل الشمالي ده؟ الواحد بقاله سنين بره مصر، سافر وراح اماكن فخمه جدا، كل اوروبا، مصايف، اسبانيا، البرتغال، اليونان، كرواتيا، حتى في اسيا. فالواحد يعني شاف حاجات وراح وعمل وزار، والواحد مش بيقول كده عشان يتفشخر، والله الواحد الحمد لله وبيحاول يفيد الناس ويساعد وي وي وي. ولكن اللي الواحد بيشوفه وبيسمعه في عن الساحل الشمالي في مصر، دي سفاله وقله ادب. وحقيقي ما اعرفش مين حتى ان احنا المفروض نتكلم معاه عليها. يعني انت واحد، انا عامل فيديو دوت بتكلم لان انا في القناه هنا اي حاجه بتيجي في بالي عايز اتكلم فيها بتكلم فيها، يعني مش زي القناه التانيه يعني. ولكن ماذا يحدث؟ حقيقي ماذا يحدث؟ يعني انا مثلا الواحد بيشوف كل يوم فيديوهات وناس بتتكلم وكميه عبط. انا نفسي طول عمري، يعني طول عمري من وانا بيبي بروح الساحل، وما كانش فيه اكيد طول عمر الطبقيه والحاجات دي طول عمرها موجوده في مصر، تمام. ولكن اللي بيحصل دلوقتي ده عبث. يعني ايه؟ انا اول مره في حياتي مثلا اسمع عن حاجه اسمها اونر ومستاجرين. ما طول عمرك صح، انت مالك ولا مستاجر؟ ما طبيعي. ولكن ايه بقى الجديد؟ ان انت ايه؟ تعمل شاطئ مختلف تماما للملاك، ونضيف وشياكه وامان ومفيش فيه زباله على البحر وكل الكلام ده، وتعمل للمستاجرين شاطئ تاني معفن والبحر فيه ضايع وزباله وحاطط لهم الاشاره الحمراء ان هو محدش ينزل عشان انت المسؤول عن نفسك وكل الكلام ده. طب ما هم المستاجرين دول يا ابني جايين يدفعوا لك ايه؟ ورق جرايد؟ ما هم جايين يدفعوا لك فلوس. يعني الناس اللي بتيجي دي، ما هي الناس دي جايه تدفع فلوس. فواحد جاي يدفع لك فلوس المفروض تتعامل معاه احسن معامله، ده مستاجر يعني. يعني الراجل جاي دافع لك انت مثلا في الليله، شوف بقى انت دافع في الليله كام؟ 5000 جنيه، 10000 جنيه، 20000، انا ما اعرفش اسعار في كام. بغض النظر، هو انت طلبت وهو وافق في عرضه وطلب، الموضوع تم، الراجل دفع لك فلوس وخد الوحده بتاعته، فيلا بقى، بسين، فيلا قصدي استوديو، شقه، ايا كان. المفروض يتعامل احسن معامله. طب ليه؟ وبعدين ايه حوار ان انت مثلا كمالك او اونر مالكش تدخل صحابك؟ يعني ايه ما دخلش صحابي؟ يعني ايه ما دخلش صحابي؟ يعني ايه انا راجل داخل الشاليه بتاعي ما دخلش صحابي؟ يعني ايه ما دخلش صحابي؟ وبعدين ايه باركود ده؟ إيه جمال عته ده؟ يعني انا كنت في دوبروفنيك في كرواتيا، وطبعا لو انت ما بتعرفش دوبروفنيك فيها واحده من افخم واجمل الاماكن في اوروبا، واللي متصور فيها جيم اوف ثرونز. وكنت في منتجع اسمه فالمار بريميوم او فالمار، يعني اللي هو ايه، فيه اوبشنز كتير منه، فعاملين منه نسخه جامده يعني. المهم، يعني ريزورت راقي جدا، يعني ب 600 كنت دافع 600 يورو في الليله. حاجه لاكجري وبريميوم واول انكلوسيف، وتسع حمامات سباحه وحمامات سباحه اطفال وشواطئ والعاب مائيه وكل حاجه انت تتخيلها في منتجع سياحي وانت عايز تصيف موجوده فيه. وانا اقسم بالله ما بقول كده عشان اتمنظر، والله ابدا، انا جاي لك في الكلام. فانا زهقت من حمام السباحه، نازل البحر، نازل الشاطئ. هل في حاجه اسمها شاطئ الريزورت مع ان الريزورت او المنتجع على البحر مباشره؟ هل في حاجه اسمها شاطئ المنتجع؟ في، يعني في الجزء اللي قدامك ده بتاع المنتجع. طب هل هو مقفول؟ لا، لان هو ملك للحكومه، ملك للدوله، شاطئ عام. فاذا اي شخص على الاراضي الكرواتيه من حقه انه يروح يتمشى على البحر. فانا بعوم في البحر، وفي ناس جايه معديه من هنا وناس جايه معديه من هنا، ناس بتحط شماسي وناس قاعده وناس معرفش ايه. الحاجه الفرق الوحيد ان المنتجع حاطط كراسي وشماسي فقط للاعضاء، للناس اللي هي مستاجره، اللي هو مثلا زيي او حد قاعد في الفندق بس. انت مش قاعد في المكان، فمش معاك الكارت اللي هو مش معاك الكارت اللي هو بتاع النزلاء، فما بتقعدش على الشماسي ولا الكراسي بتاعت الناس بس. لكن انت معاك كرسي بتاعك، اقعد، الشمسيه اقعد يا عم، حط ملايه واقعد على البحر عوم. فبنعوم مع بعض والحياه جميله مفيش حاجه. هل الفندق يقدر يعمل كده؟ ما يقدرش ان هو يمنع الناس لانها ملكيه عامه. فانا بقى حق اقعد اقفل شواطئ واقول لك ده قريه كذا وده قريه كذا، وانت ما ينفعش تعدي. يا جماعه ما ده بحر البلد، ده بحر المصريين، ده بحر مصر. انا راجل مصري من حق ان انا اروح اي شاطئ وانزل. في كل حته في الدنيا كده، في كل حته فيها بحر كده، في كل حته فيها مكان، ده بحر ربنا وشط ربنا يعني.
انت مالكش انك ما تقوليش ما تنزلش، مالكش، ما ينفعش تمنعني، ما ينفعش تقول لي لا، ما ينفعش تقول لي مش من حقك، ما ينفعش تقول لي ممنوع، ما ينفعش تقول لي انت اونر ولا مستاجر. الكلمه دي مستفزه جدا. يعني انا قبل ما اسافر مصر، قبل ما اسيب مصر، اقصى حاجه وصلت لها يعني اللي كانت موجوده ساعتها كانت بورتو مارينا. فاول ما بورتو مارينا فتحت او في الاوائل خلاص، كان عندي واحد صاحبي الله يمسيه بالخير بابا اشترى هناك استوديو، فكنا بنروح 7 في الاستوديو ده. طبعا الاستوديو حرفيا كان 30 متر ولا حاجه، استوديو صغير جدا. فاكر ساعتها كان شاريه 600,000 جنيه 700,000 جنيه، حاجه رقم مرعب، هو يعني غالي جدا ساعتها يعني. فالمهم احنا كنا بنخش من البوابه بعربيتين، ولا يا باشا باركود وصباح الفل، وناس تهزر وانت داخل وناس تخرج، واحنا بقى بس خامس سادس يوم بقت الناس عارفانا، وصباح الفل يفتحوا البوابه ونخش ونعدي ونخش مارينا 7 ومارينا 4 ونروح بقى مارينا القديمه خالص، ونروح لسان الوزراء الساحل ده كان حرفيا الواحد دخل كل حاجه. قبل بقى ما امشي وبتاع كان في سماعه الحاجات بقى اسمها امواج وبتاع. فكان انا بقى حوار مراسي، وانا مش ضد التطور ولا ضد ان انت اعمل يا باشا منتجعات تضاهي بيها الكوكب، يعني امشي عايزك تنافس المالديف مفيش مشكله، لكن ما ينفعش يعني. بحس ان في طبقيه اوفر. وبعدين حتى لسه شايف فيديو لواحده ست تتكلم عن وهي قاعده على البسين، حد جه قال لها انتي اونر ولا دادا؟ فاللي هو يا جماعه ايه يا جماعه العبط ده؟ يا عم دادا ايه المشكله؟ يا عم اونر ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله في المطلق يعني؟ بحس ان في طبقيه اوفر. يعني الواحد انا ليه بعمل الفيديو دوت؟ عشان دردشه والموضوع جه في بالي، ولكن في نفس الوقت الواحد ما شافش الكلام ده في اي حته تانية. يعني انا على قد ما سافرت ورحت وجيت ومستغرب، انا مستغرب احنا الثقافه اللي عندنا دي احنا جايبينها منين؟ يعني احنا ال 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 الفروقات الغريبه بيننا وبين الكوكب دي احنا جايبينها منين؟ يعني احنا بناء على ايه بنتعامل على هذا الاساس؟ يعني ايه مالك ومستاجر؟ ايه انت اونر ولا مأجر؟ ايه انت جاي منين؟ ايه الباركود؟ ايه تخش الشاطئ بالباركود؟ ايه تطلع الحمام بالباركود؟ ايه البسين ده بالباركود؟ هو انا داخل سجن؟ الموضوع تحول الى اني انا بدفع فلوس عشان يتم العنصرة عليا، او يتم ان انا يتمارس عليا الطبقية. ليه؟ يعني انا طبعا المشكله ان انت في الحاجات زي دي بتخاطب مين؟ بتخاطب الناس اللي عامله القرى دي، او الناس اللي هي مسؤوله عن القرى، او الناس اللي بتسمح كملاك شيء غريب ان انت، والاغرب ايه؟ الناس اللي بتموت نفسها عشان تروح. يعني انا مثلا يعني كنت بشوف واحد بيتكلم على، كنت شايف واحد بيتكلم على الاسعار، فكان بيقول مثلا مش عارف في اليوم ب 25,000 جنيه. انت 25,000 جنيه يعني $500 في الليله، $500 في الليله في مصر. يا جماعه مع كامل احترامي، شواطئ اجمل بكتير قوي، وفي ايطاليا وفي اليونان وفي قبرص شواطئ خيال، ميه فيروزيه لا تتخيلها. ماشي شواطئ عندنا في مصر جميله برضو، لا دي اجمل وانضف ومفيش طبقيه، وبنص الثمن ده في الليله وبربع الثمن ده في الليله. ما انت معاك فلوس اهو تروح تحجز ب $500، فانت مش هيبقى عندك مشكله في فيزا شنجن، ولا هيبقى عندك مشكله في المطار ولا الطيار. ما انت راجل بقى باشا، ما انت $500 في الليله دي انت باشا. حتى لو انت قاعد بتحوشهم طول السنه عشان تسافر، فانت ما زلت باشا، انت برضه باشا. فاذا لا يا معلم سافر بقى يا عم. اقول لك حاجه، بلاش يا عم تطلع بره مصر يا عم، روح شرم الشيخ، روح الغردقه، روح الجونه، روح انا رحت مرسى علم، وهم خيال، الشواطئ خيال. رحت شاطئ في مرسى علم مش فاكر اسمه ايه صراحه. ده الشاطئ الوحيد اللي شفته في مصر، مع اني لفيت مصر كلها. الشاطئ الوحيد اللي شفته في مصر فيه شجر على البحر. انا ما شفتهاش في اي حته الا في اوروبا مثلا، لانه عشان طبيعه جغرافيه. انما في مصر كان في، انا فاكر شط كده فيه زي لسان ومنزل كده في الرمله وفي شجر مرزروع. سبحان الله، ميه خيال، تنزل تعوم مجرد انت عشان تغطس شويه جوه تلاقي سمك وشعاب مرجانيه انا بحس ان الموضوع عباره عن الناس عايزه تلحق. يعني انت عايز تلحق تبقى في وسط الناس دي، او عايز تلحق ان انت يتقال عليك ان انت رحت الاماكن دي، او تتصور في الاماكن دي، او يا جماعه انا قدرت اخش المكان ده، او حتى لو كان الموضوع ده هيكلفك كرامتك وان حد يمارس طبقيه عليك، او حد يبص لك من فوق لتحت لمجرد ان انت لا تنتمي لهذه الطبقه. فانت ما تضحكش على نفسك. بص انا برضو يعني عشان برضو اكون صراحه،
كل واحد في الحياه من حقه يعيش بالشكل اللي هو عايزه. انا مش عامل فيديو انتقاد قد ما انا عامله ندردش. هي قناه هنا قناه دردشه، والواحد بيحب يقول رايه ويتكلم براحته، فمش ما حدش ياخد الموضوع بشكل شخصي. يعني احنا بنهزر والدنيا حلوه، وانا بصور لكم من الحمام السباحه، فالدنيا جميله. يعني لو هو ايه، انا قلت وانا في البسين اصور بحيث يبقى الموضوع لايق يعني. ولكن يعني انت طالما مش قادر تمتلك في مكان زي ده، ملوش داعي ان انت تروح بفلوسك تتهزق. يعني انا بعتبرها ان انا رايح ادفع فلوس عشان اتهزق بامانه. يعني انا مثلا مأجر ورايح يقول لي لا معلش انت صاحبك ما ينفعش يخش معاك، او انت معلش مثلا مراتك لابسه حجاب مش عارف ايه، او انت مثلا وري. يعني انا من الحاجات اللي كانت بتستفزني جدا كنت اتكلمت عليها قبل كده في القناه القديمه، ان كان في حوار ان هو يقول لك ايه انت هتعمل ايه، وريني السوشيال ميديا بتاعتك. وانت مال امك؟ لا سيريسلي، انت مال امك؟ يعني انت مال امك بالسوشيال ميديا بتاعتي؟ عايز تشوف الانستجرام بتاعي ليه يا ابن الكلبه؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت بارد؟ انت مالك بالانستجرام بتاعي؟ لا. ويبقى مثلا الانستجرام بتاعك ويسكت. لا، وريني انستجرام المدام يا ابن الجزمه، وانت مالك؟ وريني وريني الفيسبوك بتاعت الناس اللي جايه يا عمي، وانت مالك؟ انت غريب جد يعني. طبعا واحد هيجي يقول لي ايه، وهيبقى معاه حق بالمناسبه، يا عم ما انت مش عايز، ما لا يلزمكش، صح، ما يلزمنيش. انا قاعد هو باشا في اوروبا زي الباشا، والدنيا جميله والدنيا حر والبسين ساقع والدنيا كله زي الفل. انا مش عامل الفيديو ده، انا عامل الفيديو ده عشان انا شخص ما بحبش، يعني لما بشوف حاجه مش عاجباني احب اتكلم عنها. ولكن ان شاء الله لما انزل مصر هتلاقوني قاعد في الساحل. لان انا طول عمري بروح الساحل، فانا يعني بس انا بروح الساحل طيب، يعني اللي هم بيقولوا عليه طيب دلوقتي، مع ان هو مش طيب قوي يعني ولا حاجه، ولكن اصبح من الطيبين دلوقتي، اللي هو نظام مارينا. دايما كنت بروح مارسيليا بيتش. مارسيليا بيتش من القرى الجميله جدا. فالواحد يعني الموضوع بيتضايق ليه؟ لان انا ما بحبش ان انا ابقى رايح ودافع فلوس كتير وشقيان وطالع عين امي عشان افسح نفسي وافسح عيلتي وافسح صحابي وافسح اخواتي وافسح اهلي، وفي الاخر الاقي ناس بتكلمني من مناخيرها. ما انا بتكلم من مناخير برضه، ما انا عندي مناخير ممكن اتكلم على يعني انت فاهمين قصدي طبعا. فانا بصراحه بشوف ان اللي احنا وصلنا له في مصر من الجزء ده من الطبقيه مش لطيف ابدا. واتمنى ان الحاجات دي ما توصلش للمدن، يعني ما توصلش مثلا للقاهره، ما توصلش لاسكندريه. لان انا بعتبر ان المصيف هو مش حكر على حد يا معلم، اي حد. طبعا هو برضو الحلو عندنا في مصر ان انت عندك اماكن كتير بالهبل تصيف فيها. يعني انت مش عايز تروح الساحل تروح جمصه، مش عايز تروح جمصه انا ما فيش زي مطروح بالنسبه لي، والشواطئ مطروح العالميه. يعني ميه مطروح انا عمري ما انسى في حياتي. واحد صاحبي اقنعني مره ان انا اروح معاه رحله مطروح هو وعيلته. كان بابا شغال في شركه من الشركات الحكوميه، وكان الشركة دي عندهم سكن أو بيدوا شقق للموظفين وبيقسموها على الصيف. كل موظف، بابا كان ما شاء الله موظف كبير يعني، فأعطوا له شقة أسبوع تقريبا أو 8 أيام حاجة كده. فأنت مش هتدفع حاجة، فاللي إحنا كنا بندفعه بس مصاريف الأكل. المهم رحنا مع بعض كعيلة، رحت قعدت معاهم. وفي يوم طبعا البحر كنا كل يوم بنغير البحر. أنا فاكر كان بحور مش عارف فيكتوريا إيه والأبيض ورحنا بقى عجيبه وشارع مهم يعني اللي انا جاي لكم في الكلام. المهم يوم قالوا لنا ايه يا جماعه احنا رايحين رحله يخت. رحله يخت دي من اجمل الحاجات اللي عملتها ورحتها في حياتي في مصر. رحنا على يخت، قالوا لنا هنروح جزيره او هنروح جنب جزيره، هنركن اليخت ونعوم جنب اليخت. اقسم بالله يا جماعه انا ما شفتش الميه دي في حياتي الا في مكان واحد في اوروبا اسمه سردينيا في ايطاليا. طبعا اللي بيعرف السردينيا دي ايه، سردينيا دي من اجمل شواطئ الارض، من اجمل الاماكن اللي ممكن تعوم فيها في حياتك. اكتب كده سردينيا على جوجل واتفرج سردينيا ايطاليا دي البحور فيها عامله ازاي، خيال. مطروح الميه اللي رحناها والجزيره دي اقسم بالله العظيم انا ما شفت في الحلاوه دي. يمكن الميه الحاجه الوحيده الوحشه في الميه انها مالحه اوفر، فانت مش قادر تفتح عينك، وانا بحب افتح عيني تحت الميه. المهم يعني ورحنا، وما كنتش عارف كنا فيه 50 جنيه كل واحد في اليخت. طبعا انا بكلمكم على حاجات داخلين اهو في 15 سنه، ولكن بلا شك الاماكن دي ما زالت اكيد ارخص من الساحل وما زالت. ولكن هنا هنرجع بقى للنقطه بتاعه عقده النقص، اللي هي الناس عايزه تحس انها تنتمي. يعني ايه تنتمي؟ يعني هو
مش قادر يعيش زي الطبقة اللي تمتلك في الأماكن اللي في الساحل دي، ولكن هو مضطر إن هو يحاول يبين لنفسه واللي حواليه إنه قادر يبقى منهم عن طريق إن هو يبقى حواليهم لمدة كام يوم في السنة. فطبعا أنت عشان تعمل كده بتضطر آسفا إن أنت تخضع لقوانينهم. القوانين دي اللي هي قوانين مريضة، يعني قوانين بقى اللي هو نظام ايه، انت اونر ولا مالك؟ انت اونر ولا مالك؟ انت نفس الحاجه. انت اونر ولا مستاجر؟ ممكن تبعت لي باركود. انا ما شفتش في حياتي باركود عشان البحر. والله العظيم يعني انا 5 ستارز ريزورتس في اماكن كتير قوي في اوروبا، وعمر ما حد قال لي باركود. يعني اقصى حاجه عملوها مره معايا لبسوني بتاع اللي على ايدي دي عشان ادخل بيها مكان معين ليه علاقه بس بالناس النزلاء الفندق فقط، فهي بس دي الحاجه اللي كان لازم البسها بس. انما بحر، بسين، اي حاجه مفيش خالص. مره واحده بس قالوا لي معلش انت ابنك ينفع ينزل البسين، انما البسين ده مش عارف 60 سم، انت ما ينفعش تنزله للبالغين، اقعد بره عشان بسين اطفال. فقعدت بره. يعني هل هم غلطانين؟ لا ده طبيعي، ما هو بسين اطفال، انا هنزل اعمل ايه؟ فاللي انا هحاول اقوله لك ايه، انت من فلوسك ما تخليش حد يتعوج عليك، ما تخليش حد. يعني انا بستغرب الناس اللي بتتعامل، يعني انا حتى انا يمكن واحد عشان ما بيتعاملش قوي على السوشيال ميديا ولا بيكتب كومنتس ولا الحاجات دي، ولكن اللي هو ايه، ببقى ساعات عايز اقول يا معلم انتوا يعني انت الطبقيه اللي انت عايش فيها دي اللي هم بيمسوها عليك، طب ما تمشي يا معلم، ما تجيب فلوسك. هو انت حد هناك سحبك وقال لك اقعد هنا يا ابن الجزمه وصيف معانا؟ لا، ما انت اللي رحت بمزاجك ودفعت فلوس واستاجرت. فانت عشان عايز تروح الاماكن اللي بتشوفها في الفلوجز وبتشوفها في الانفلونسرز وبتعمل الحاجات دي، فبتضطر ان انت تخضع للقرف ده بفلوسك برضه. تاني انت ما حدش اجبرك على حاجه، انت اللي رايح بنفسك تقعد في الاماكن اللي كلها امراض نفسيه. خلاص ما تروحش. يعني موضوع غريب. انا ليه مستفز؟ لاني بحس ان اللي هو ايه، مش مستاهله. يعني مش انا بستغرب لان انا ما شفتش الاماكن دي في اي حته في العالم، ما شفتش حد بيعمل كده في اي حته في العالم. فانا حقيقي ما اعرفش ليه عندنا بنعملها. يعني هقول لك حاجه، انا مع جدا التقليد. يعني انا من الناس اللي بتحب تقلد. يعني ايه بتحب تقلد؟ يعني الناموس بقى صعب شويه. فانا مع التقليد ازاي؟ يعني مثلا انت شفت حد ناجح في حاجه قلده، شفت حد عنده حاجه حلوه قلده، عادي، ما هي مش نهايه العالم، وهي مش حكر عليه هو لوحده، قلده. انت شايفني بعمل حاجه وعجباك، قلدها، اسالني بتعملها ازاي واقول لك وتعملها انت كمان والدنيا جميله. فاحنا بنعمل ايه؟ بنشوف اوروبا بتعمل ايه وبناخد الوحش نقلده، او الغرب. طب يا جماعه ما ناخد الحلو. ايه المشكله يعني؟ بدل ما ناخد الوحش ما ناخد الحلو. يا عم اقول لك حاجه، ناخد الاثنين يا عم ناخد الاثنين، ناخدها باكج كلها، ها يلا، عشان ما حدش يزعل يعني. لكن احنا بننقي الحاجات اللي فيها درجات ونقول لك لا. وتسمع بقى اسعار الفيلا مثلا دلوقتي في الساحل، ارقام بقى اللي هو ايه، مثلا 300 مليون، يا نهار اسود، 400 مليون، يا نهار ازرق، نص مليار جنيه، نص مليار جنيه. ليه؟ فيها لؤلؤ ومرجان؟ ولا نص مليار جنيه؟ نص مليار جنيه. هيجي واحد يقول لي ما هو اللي معاه فلوس هيشتري. يا عم ربنا يكرمك واشتري، ما حدش قال لك حاجه، انا بعلق عادي يعني، ما تاخدش الموضوع على صدرك، صباح الفل. ولكن نص مليون جنيه، نص مليار جنيه في فيلا في الساحل الشمالي. ده لو الساحل الشمالي ده بينقط ذهب من فوق مش هنعمل. ماشي يا عم، كل واحد عايز يشتري، انت حر، فلوسك يا عم، اللي معاه فلوس يشتري حمام ويطيره. ولكن اللي انا بحاول اقوله لك هنا ايه، ان الموضوع ملوش علاقه بنظافه المكان او رقي المكان، ولا ليه اي علاقه باي حاجه. هو الموضوع مبني على اساس انت تحت وانا فوقك. يعني انا راكبك نفسيا، راكبك معنويا، راكبك ماديا طبعا، فانت بتحاول تشد الشده عشان بس تحس ان انت قاعد جنبي لمده 3 ايام في السنه. فانا بقى عندي كل الصلاحيات ان انا ادوس عليك يا معفن، لان انت مستاجر. طبعا انا مش قصدي والله حاجه، بس انا بكلمك بامانه. يعني انت مستاجر، انت ولا حاجه، انت حشره. انت جاي تأجر وعامل لك بيتش معفن، بيتش اللي هو نظام ايه، الكلاب بتاعتي ما تقعدش فيه، عشان وللاسف هي دي الحقيقه. يعني هي دي، ما دام انا بقول لك اعمل وما تعملش وانت دافع فلوس،
طبعا هو كل مكان، بص كل مكان من حقه يحط قوانين، ولكن في خطوط حمراء للقوانين دي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما ينفعش اجي اقول لك مثلا انا في 6 ركنات عربيات واقول لك ما تركنش مثلا في الركنه دي، تقول لي ليه؟ اقول لك كده مزاجي. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. لازم يكون في اسباب، لازم يكون في حاجات منطقيه وواقعيه. ما تقوليش مثلا ما نزلتش البحر. يعني ما نزلتش البحر؟ طب انا ممكن انزل من بره الساعه دي انط واعوم عندك، هتلاقي بقى الكلام بتجري ورايا بقى وبتاع. ما علينا، الموضوع طول وانا بصراحه عايز ارجع اعوم، فانا قلت اتكلم الموضوع ده. فما اعملوا لايك على الفيديو، اشترك في القناه. انا والله ما اعرف حتى الفيديو ده حد هيشوفه ولا لا، ولكن انا يعني ايه قلت بما ان القناه هنا جديده وانا ما بتكلمش في القناه التانيه على اي موضوع، بقيت اتكلم في السفر بس. فبس كفايه كده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام يا جماعه.